احسن صفقة للنادي الاهلي السنة دي، يعني النادي الاهلي عمل صفقات كتير قوي، لكن دي بالنسبة لي دي احسن صفقة مفيدة للنادي الاهلي السنة دي. بن رمضان. بن رمضان لعيب متكامل، لعيب تحب ان انت تشوفه في الملعب، تحب ان انت يعني يجي له الكرة يعني تشوفه كده وهو معاه الكرة في الملعب، تتمتع بيه في الملعب. حاجة كده من ريحة انيستا، حاجة من ريحة كروس، مودريتش. يعني لعيب عالي قوي بكواليتي عالي قوي، فهيفرق جدا وفارق فعلا مع النادي الاهلي، وهيفرق مع الوقت مع النادي الاهلي الفترة اللي جاية. لكن هيفرق اكتر مع رجوع امام عاشور ومع اليو دانج طبعا. يعني اليو دانج بالنسبة لي وامام عاشور وبن رمضان، التلاتة دول لا غنى عنهم في نص ملعب الاهلي. ولو الاهلي فضل يلعب بالتلاتة دول في نص الملعب، هنشوف يعني نص ملعب مرعب، والاهلي هياخد كل البطولات. وانا توقعي السنه دي، انا بعد ما اتفرجت على كام ماتش في الدوري، الاهلي هو اللي هياخد الدوري السنه دي. فريق متكامل، فريق لعيبه متكامله، نص ملعب قوي، ولعيبه هجوميا يعني كواليتي عالي جدا. فبالنسبه لي يعني انا اتوقع الاهلي هو اللي هياخد الدوري السنه دي، او من تاني اسبوع. لكن محمد علي بن رمضان عامل فرق كبير جدا مع الاهلي، خاصه كمان في كاس العالم للانديه لما اتفرجت عليه. لا، تحب ان انت تشوفه في الملعب، تحب ان انت يجي له تشوفه كده وهو ماسك الكوره في الملعب، وتتمتع بالكوره وهي في رجله. واتوقع برضو ان هو مش هيكمل قوي كتير قوي في النادي الاهلي. يعني هيروح مكان على اكبر، هيروح دوريات اكبر. بصراحه هو يستاهل، امكانيات عاليه، هيقعد فترة كده في النادي الأهلي، وممكن يروح مكان أكبر ويدخل للنادي الأهلي فلوس أكتر. النادي الأهلي معروف طبعا، يعني هو بيجيب لعيب كويس جدا، وبيقعد بيخليه عنده فترة يعمل ماتشات كويسة ويعمل أداء كويس ويبيعه بسعر عالي، زي طبعا ما عمل مع أسامة أبو علي. فبن رمضان يعني خسارة في الدوري المصري الصراحة. يعني بن رمضان لعيب عالي جدا، وإن شاء الله أتوقع له مستقبل أكبر من كده، ويروح مكان دوريات اكبر من كده ان شاء الله الفترة اللي جاية.